بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحضور الكريم، أهلا وسهلا بكم في هذه الأمسية المميزة. أعرفكم بنفسي، أنا لارا خالد طماش، وإنه لي شرف عظيم أن أكون معكم اليوم لإدارة هذا الحدث الرائع، ألا وهو تكريم وتوزيع جوائز المنظمة الشركسية للعودة، حيث نجتمع لنحتفل ونكرم الإنجازات البارزة لشخصيات قديرة قدمت الكثير من الجهود لمجتمعنا الشركسي. ونعم، إننا نفتخر بأصلنا الشركسي، ولكننا نعشق وطننا الأردن ونعشق ترابه، وكلنا فداء للوطن ولسيد البلاد وقائدها جلالة الملك عبد الله الثاني وسمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله. ووجب التنويه هنا إلى أن المنظمة الشركسية للعودة هي منظمة غير ربحية، إنسانية خيرية وسلمية. هدفها الأساسي دعم ومساعدة الشعب الشركسي، خاصة في الأوقات الصعبة، ويقع مقرها الرئيسي في كندا، ولها فرعان، واحد في الولايات المتحدة والآخر في أوروبا، وتضم أكثر من 300 عضو من مختلف دول العالم. وتدعم برامجها التعليم، الأعمال الخيرية، الإغاثة، التوعية والتعاون والجوائز. ويرأسها الدكتور عرفان سطاش، ومن أعضاء مجلس أمنائها السيد نهاد شوبار، وهو محاضر بالاتحاد الدولي الآسيوي بكرة القدم، ولاعب ومدرب محترف في المنتخبات الوطنية الأردنية. ضيوفنا الكرام، إذن نحن هنا اليوم لنحتفي بروح المثابرة والعطاء، لنعرب عن امتناننا وتقديرنا لأولئك الذين ساهموا بإخلاص في تعزيز تراثنا الثقافي والاجتماعي والمحافظة عليه. وإن هذه الجوائز ليست بمجرد تكريم فردي، بل هي اعتراف جماعي بالجهود المشتركة والتضحيات التي بذلت لتسليط الضوء على خصوصيتنا ضمن هوية أردنية واحدة. لقد مر الشعب الشركسي بتحديات كبيرة على مر التاريخ، ولكن بفضل العزيمة والإصرار حافظنا على تراث الأجداد، ولا زلنا نواصل السعي لتحقيق المزيد. واليوم نحتفل بإنجازاتكم، أنتم الأبطال الحقيقيون الذين لم تألوا جهدا في سبيل خدمة مجتمعنا وقضيتنا. إن هذا الحفل ليس فقط مناسبة للتكريم، بل هو أيضا فرصة لتعزيز الروابط بيننا ولتبادل الأفكار والخبرات، وللتأكيد على أن وحدتنا وتضامننا في أردن المحبة والوفاق هما الطريق الأمثل نحو تحقيق الأهداف والحفاظ على تسجيل التاريخ والأحداث للأجيال القادمة. الحضور الكريم، الآن اسمحوا لي أن أدعو سعادة المهندس إبراهيم رشد إسحاقات، رئيس الجمعية الخيرية الشركسية في الأردن، لإلقاء كلمته. بسم الله الرحمن الرحيم. أصحاب الحقوق والمعالي والسعادة، الأخوات والإخوة الكرام، مساء الخير. أرحب بكم في الجمعية الخيرية الشركسية بيت الشراكسة جميعا، وأرحب باسمي وباسم الهيئة الإدارية بالدكتور عرفان سطاش، الرئيس المنظمة الشركسية للعودة. هذه المنظمة التي دعتنا في هذا اليوم في ربوع الجمعية الخيرية الشركسية لتكريم ثلة من
أشخاص الشراكسة الأفاضل الذين لهم باع طويل في خدمة القضية الشركسية والتراث الشركسي، كل في مجال عمله، فحافظوا على اللغة والعادات والتقاليد الشركسية. وطبعا هذا يدل على أن الشراكسة شعب حي، رغم أننا خرجنا أو أخرجنا عنوة من أراضينا قبل حوالي 160 عام، لكن ما زلنا نحافظ على عاداتنا وتقاليدنا الشركسية، رغم أننا منتشرين في دول عديدة من أمريكا إلى أوروبا والشرق الأوسط، لكن لا زالت العادات والتقاليد الشركسية موجودة فينا مهما ابتعدنا عن أرضنا. وعندنا كذلك نحن كذلك لنا اتصالات مع أقربائنا والأديكات الموجودين في الوطن الأم. وأقل ما فيها في هذا اليوم لولا هذه اللحمة بين الشراكسة، فأي شركسي مبدع في أي مكان في أي بلد كذلك كل الشراكسة المهتمين بالقضية الشركسية والتراث الشركسي يعرفوا عنه، وإلا لما أتى الدكتور عرفان من أمريكا ليكرم الناس الذين لهم باع طويل في خدمة القضية الشركسية والتراث الشركسي في الأردن. فأهلا وسهلا بكم، وطبعا أتمنى لكم أمسية جميلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لسعادة المهندس إبراهيم رشدي إسحاقات على كلمته. والآن اسمحوا لي أن أدعو الدكتور عرفان سوغار سطاش رئيس مجلس إدارة المنظمة الشركسية للعودة لإلقاء كلمته. والدكتور هو رئيس CRO، وهو خبير في علوم النظائر الثابتة والمشعة، وله ما يقرب من 30 عاما من الخبرة، وهو أستاذ دكتور في كلية الهندسة بجامعة ويلف، وأستاذ دكتور في قسم علوم الأرض والبيئة بجامعة واتربو. شكرا حاسون ستوري تيج حماتك تينا حوشكر تينا حجكر تي صوب ثابكر حصوي لبسوس وزرقان. شكرا كثير على القدوم لهذا حفل التكريم، شكرا جزيلا على حضور الجميع، وشكرا على استضافتنا بالجمعية الدائرية الشركسية بالأردن. حابب احكي شوي عن CRO، بما انه في كثير عالم سالوني شو هي CRO. CRO Sir Asian Repatriation Organization. ولارا استقبي ولارا حكت شوي عن المنظمه، وعن انه عندنا فرعين، واحد في اوروبا وفي امريكا، طبعا في عندنا ناشطين كمان هون بالاردن وباماكن ثانيه. بس شو الهدف من انشاء CRO؟ الهدف لازم يكون موجود من اكثر من 160 سنه طبعا، بسبب الشيء اللي مر الشراكسه فيه خلال السنوات، من التهجير للحرب بتركيا، حرب البلقان، للجولان، الذي صار بيوغوسلافيا، وهلا حاليا اللي صار بسوريا. فطبعا اللي صار بسوريا كان very alarming، لانه بيعطيك فكره انه المجتمع الشركسي ما له جاهز لهيك شيء. المجتمع الشركسي ما شاء الله بخير، في جمعيات كثير موجوده بكل مكان، بس الجمعيات عاده لوكال والامكانيات تبعتها شوي ضعيفه، طبعا من دوله لدوله مختلف، في بعض الدول الامكانيات تبعتها افضل من ثاني. بس الفكره كانت انه لازم يكون في عندنا جمعيه او منظمه عالميه يكونوا اعضاء من كافه انحاء العالم، ونحسن نساعد الشراكس لما يعني بيصير معهم
مشاكل مثل اللي صارت بسوريا ان شاء الله ما يصير بمكان ثاني، بس للاسف الشراكس بشكل دائم عم يتعرضوا لامور، فهذا واحد من الشغلات اللي دفعتنا او صحت الفكره وخلتنا نبلش السياره. الاوبجكتيفز خليني بلش بالاوبجكتيفز تبع السي ار او. السي ار او عنده so many different objectives، بس واحد من الشغلات انه نحاول نساعد الشراكس للعوده الى الوطن. مثل ما بتعرفوا اللي طلعوا من سوريا تشتتوا بكافه انحاء العالم. لو كان في امكانيه للروح على القفقاز احتمال كان عدد منيح راح. الى الان خلال اكثر من 12 سنه من الحرب عدد العائلين جدا قليل، واذا قارنا عدد العائلين الشراكس الى القفقاز هن اقل من العرب اللي راحوا. تخيل العرب اللي راحوا من سوريا الى قفقاسيا او لروسيا اكثر من الشراكس للاسف. طبعا الروحه على القفقاز في عندها تو obstacles. الوحده الاولانيه هي طريقه العوده، الشغله الثانيه التكلفه للعوده، ففي عندنا مشاكل we need to overcome. الشغله الثانيه is raising and financing small projects. اغلب الجمعيات بالعالم، الجمعيات الشركسيه بتشتغل على مبدا الجمعيه الخيريه، يعني عمليا اذا في عندنا ارامل، اذا في عندنا ناس محتاجين بنعطيهم مصاري. فالفكره اللي كانت عند السي ار او بلشتها بعام 2016 او اخر 15 او اوائل 16 انه ندعم اللي رجعوا بقروض بدون فائده ليفتحوا مشاريع يتعايشوا منها وياخذوا القروض شوي شوي. فهذا كان واحد من الاوبجكتيفز وانا راح احكي عنه شوي ثانيه. الشغله الثانيه انه نشتغل على الرايت اوف ريتيرن. لما سمينا المنظمه منظمه العوده الشركسيه كثير انتقدوا الموضوع انه بس انا ما بيرجع. العالم ما عم تحسن تفرق بين حق العوده اللي لازم يكون مكفول للجميع، وما بدنا نقول من موضوع او من مبدا سياسي وانما من مبدا انساني. ناس خسروا ارضهم ويفترض انه يكون في عندهم حق ليرجعوا. موضوع العوده بحد ذاته هو موضوع شخصي، اللي بيحب يرجع بيرجع، اللي ما بيحب ما بيرجع، لكن حق العوده لازم يكون حق عام، انه انت ما حبيت ارجع لازم يكون عندي حق انه ارجع. فمبدا حق العوده لازم شيء ينشغل عليه والعالم تحسن تفهمه كشراكس لسه قبل ما نحكي مع غيرهم. السي ار او اشتغلت على مبدا انه وي نيد تو بيلد بريدجز، لازم نتواصل مع الاخرين مع الشراكس، لانه اغلب الشراكس منطويين ما لهم متواصلين، سواء اللي بدياسبرا سواء اللي موجودين بقفقاسيا. فعمليه العمل المشترك والتعارف شيء مهم جدا، ومشان هيك خلقنا بعض البرامج لنحاول نوصل العالم ببعض، تعرف بعض، يحكوا طريقه اسلوب تفكير الشركس اللي بالمانيا غير اللي بالاردن غير اللي بامريكا. العالم لازم تلتقى، لازم يحكوا مع بعض in order to بوبشسكر زكاحنفا وبشاقس تفهموا ووجهبس ويبشسكر زريح وجه نحدر مخو وشاء تفهمي زاقو يبشسما زمينا سدباو collective effort تساعد وزاد لاجو وزاد بشاو زغوكر program كرز واطف جز غورا منسج. Achievements. City are only small business support is فسواغر لتلسيت فوق لكشغم توتشرب شو بلرا program أبشر يعطل program راهجنو project ورا راهجنو هاي تدرك ودا أبشر تكوداغر over 70,000 من شوبيب USD تفا projector يجا زي جاتك تكو قاتجا يطوانا نبنش كما يواتن. مي فشحفو charity and relief program نيبانسا سيريا ميس خيري سيريا مقيتشرة خيري يا حلهر تمام يا أفكار عدد سيريا بناهر نحبوت تزدي أرى وزي أكرا حمزمي فدا مستريا مغافة ونيوغ يأسك اسمها جوزفو اوبريشن فايز بجي اشوتي فربا مي فدا بروغرام يتلس
مثل فوق lecturer 175,000 USD CRO يتسب عارفة تتصف كم تأديه يطوانا educational CRO ميقول سجى economy and education جاء طور بستومية أنا يابي بغشن فايم أرزه CRO education program for universities and also for back توزه سبتمبر جلوالي كرزي جي جنو يا أهل كم أخصصي مئة ميفسيش أوبلتشرم 1000 almost 1600 student 1600 طالب ساعدنا من خلال هذا البرنامج. هو عمليات دعم اغلب الناس اللي عم نعطيهم عم يكونوا بسوريا او بقفقاسيا. والهدف بقفقاسيا انه انت بدك تخليهم وتساعدهم لانه يصير في عندهم جذور لا يحسنوا يوقفوا على رجليهم. فالمساعده ضروريه جدا وهذا الشيء اللي عم نحاول نساعد فيه. قبل حوالي 2.5 سنين بلشنا شيء اسمه سيركيجن كواليشن، وخلال السيركيجن كواليشن كان الهدف الاساسي هو اعاده بعض العائلات من سوريا، الوضع كل ما عم يصير اسوء عم يتدهور، احنا حابين نضرب عصفورين بحجر مثل ما بيقولوا، بتساعد الناس تروح لمكان امن وبنفس الوقت انت عم تساعد ناس ترجع على الوطن. فللاسف المشروع ما نجح معنا للعائلات، التكلفة تبعته كثير عالية عمليات الفيزا إلى آخره ما كانت سهلة. فانتقلنا لموضوع ثاني هو ناخذ طلاب، فأخذنا 50 طالب وبعد منهم أخذنا كل سنة حوالي 20 طالب، مجمل الطلاب اللي أخذناهم لهذا حوالي 100 طالب. بداية المشروع كلف حوالي 220,000، السي ار او دفع منهم 105 اللي شاركوا بالمشروع. وهذا الشيء الجميل انه انت عم تعمل مشروع وعم يشارك في جمعيات ثانيه. في عندنا كراسنودار كاسا، الكافيت، تشركيز فيت من تركيا، البلد كاسا من نالشيك، اليو كي تي من تركيا، الومن كاسا، بزفقه كاسر من تركيا، السي ار او كفر كما، سي بي اي من امريكا، بورصه، السي دي بي من تركيا، والنورنبرغ كاسا من المانيا. طبعا شارك بعض الشخصيات كمان مثل الدكتور احسان صالح، الدكتور فويدي بانسباي بهذا المشروع. واحد من المشاريع اللي فكرنا فيها كمان هي الاورد اللي مجتمعين مشانه اليوم. انا ما بدي اطول عليكم واحكي عن السي ار او كثير، بس مشان اشرح شو هي السي ار او. فكره الاورد تبعت السي ار او اجت من انه احنا اللي خلانا نعيش ونستمر فتره 160 سنه بالدياسبورا او حتى بالوطن هو بسبب ناس يا قرى يا سرجة يا فلاشخ يكتون فلاشخ يبزم تيلجحخ عايفة تسفكر غثقان فاي عايفة تسفكر تكبغشين فاي آخر قصك بغشت حوي غبسوي أو آخر حوي غبسو فاي لجاك فاي. They didn't work for a reward. يا قرى يا سرجة مثل أفهم تيلجحخ حوي غبسوي يعقون فاي آخر تسفكر ما يعقشان فاي زقرالم مش لاجرة نبنج قرالم يشغرف. الناس اللي عم يشتغلوا بالاردن ما بيعرفون اللي بسوريا ولا بالقفقاز، والناس اللي عم يشتغلوا بقفقاسيا الباقي ما بيعرفوا. فحاولنا نعمل برنامج يكون منه تكريم للشخصيات اللي عملت وخلت الشعب الشركسي الى الان ملتزم بشركسيته، عم يحاول يحافظ على لغته وعلى تراثه وعلى الهيرتج تبعه. هيرتج عمره فوق 6000 سنه، قريبه 8000 سنه، وصل لنا اذا ضيعناه حرام. صار له 6000 سنه واكثر من 6000 سنه محافظ عليه، وصل لنا واذا احنا ضيعناه بيكون الحق علينا. طبعا بنتامل احنا انه هيك تكريم يحفز كمان الشباب الجيل الجديد انه يشتغل، يعرف انه الشراكس كمان بتكرم تفو لاجر يا غثاقه يشقر جزري ارى يا اشقر. فهذا الهدف من التكريم اليوم، وان شاء الله نكون عم نسوي شيء صحيح يعني. طبعا غير هيك السي ار او عم يشتغل على موضوع الاورنس. عملنا 3 مؤتمرات او 3 مؤتمرات وسيمبوزيوم،
اثنين بألمانيا، اثنين بتركيا. الهدف منه انه العالم تجي تحضر، تحكي اللي ببالها، نشوف شو المشاكل اللي قدامنا، شو الابستكلز اللي عندنا، وشو الحلول اللي لازم تتساوى. مع المؤتمر الثاني، ابتداء من المؤتمر الثاني، عملنا ارت اكزيبيشن. واحدة من الشغلات اللي بتوصل الصورة بتوصل أكثر من 1000 كلمة، ففي عندنا احنا كثير فنانين شراكس بكافة المجالات، فالفنانين لازم يلتقوا، لازم يعرفوا بعض، لازم نشجعهم على العمل اللي بيساووه، لأنه العمل اللي بيساووه شيء مميز. وأنتم بتعرفوا مثلا مثال أي شيء مثل اليهود مثلا، القصة اليهودية كمان عم تكبر بسبب الإعلام، بسبب الميديا، بسبب الأفلام. فهيك شغلات يعني لازم يكون في emphasis ولازم يكون في تأكيد على ضرورة الفن. فابتداء من المؤتمر الثاني بلشنا نعمل ارت اكزيبيشن لCRO، والاخر واحد بتركيا شاركت فيه اكثر من ما بدي اغلط بس بين 40 ل 60 مشارك فنان باعمال فنيه. الCRO مسجل as a NGO بالUN، بارتنر بال European Council of Refugee and Exile ECRE من عام 2017، وحاليا عم نشتغل على انه نصير كونسلتنت بالUN. المشروع طبعا بياخذ وقت، بس ان شاء الله نكون جزء من هالمنظومه. اشتغلت كمان CRO على اوتريتش بروجرامز. الاوتريتش انه نحاول نعمل شغلتين بنفس الوقت، نحاول احنا دائما نساوي مشاريع لاكثر من هدف. البزاكاسا بنالجيك والبزاكاسا بمايكو عملنا معهم مسابقة القصة القصيرة. مسابقة القصة القصيرة للصغار ابتدائي all the way للجامعة. الهدف التحفيز على العمل الأدبي للصغار باللغة الشركسية من جهة، ومن جهة ثانية التعاون مع جمعيات بالكب. فأنت عم تعمل كونكشن مع الموجودين بالكب من طرف، ومن طرف ثاني عم تسوي برامج عم تهتم بالثقافه باللغه الشركسيه وخاصه للاجيال الجديده. بروجرام ثاني بلشناه بالتعاون مع تاش سفيتلانا، برنامج اسمه بوم تدجو من القلب from the heart. سفيتلانا عملت مقابلات كل شهر او كل اسبوعين، كانت تعمل مقابله مع احدى الشخصيات بالقفقاز، الشخصيات العامله، لحتى العالم تعرف عنه، لحتى يعرفوا شو الشغل اللي عم يتساوى بالقفقاز وغير القفقاز، ولحتى التسجيل يكون بالشركسي ويضل اللغه الشركسيه بين العالم. فنحن بنفتقر للبرامج الشركسيه، فهذا كان واحد من المشاريع كمان اللي CRO اشتغلت عليه. الاستراتيجي تبع CRO طبعا انه to become a member. الممبر بالCRO هو $2 بالشهر، يعني اقل من كاسه قهوه عمليا. طبعا بتعتمد على الاعضاء، لانه CRO بيامن انه اذا في حدا بده يشتغل لصالح الشركه هو الشركه، ما بامكاننا احنا نعتمد على غيرنا. اذا بدك تشتغل لازم تشتغل انت، ما حدا بيحك جلدك غير ضفرك مثل ما بيقولوا. ما بيحكي اكثر من هيك، يمكن طولت عليكم، انا اسف على التطويل، بس اللوجو او الموتو تبع المنظمه هو Together for a better future. شكرا جزيلا واسف. شكرا للدكتور عرفان سقار سطاش، رئيس مجلس إدارة المنظمة الشركسية للعودة على كلمته على هذا الإنجاز اللي قدمه. دعوني أؤكد أنه ونحن اليوم نكرم الفائزين بهذه الجوائز، نكرم فيهم القيم النبيلة التي تجمعنا وتوحدنا، ونجدد عهدنا بأن نواصل السير على دربهم وأن نستمر في العمل من أجل مستقبل أفضل. إذن لنبدأ الآن بتوزيع التكريمات والجوائز، واسمحوا لي أن أدعو الدكتور عرفان سطاش والسيد نهاد شقار
لتسليم المكرمين الدروع والجوائز. وسنبدأ بمعالي الدكتور محمد خير مابسر في جائزة الإنجاز مدى. بلمحة سريعة عن معالي الدكتور محمد خير مابسر، ولد في عمان وعاش مرحلة كبيرة من طفولته في الجولان كون والدته من هناك، وأكمل دراسته الثانوية فيها، وحصل على درجة البكالوريوس في التربية الرياضية وعلم النفس، وماجستير ودكتوراه في التربية. كان من رياديين العمل الرياضي الأردني كلاعب بارز في النادي الأهلي وكلاعب دولي. عمل أيضا أمينا عاما لوزارة الشباب في الأردن، وتم تعيينه وزيرا للتنمية الاجتماعية في دورتين ووزيرا للشباب، كما تم تعيينه في مجلس الأعيان الأردني. ترأس النادي الأهلي وكان من أكبر الداعمين للنشاط الشركسي الثقافي والفلكلوري في النادي وعلى مدى عقود. للدكتور مابسر الكثير من المؤلفات والأبحاث وأوراق العمل، ولعل أبرزها على الإطلاق موسوعة الأمة الشركسية، والتي تتكون من 6 مجلدات تتضمن تاريخ الشركسي القديم والمعاصر، ولا سيما فترة حرب التهجير الشركسي من الوطن الأم في القرنين 19 و20. أيضا دكتور مابسر حاضر في كثير من المؤتمرات الشركسية في الوطن الأم وفي الأردن وفي بقية دول المجر. مع الإيمان نشاهد مابسر، لكن لي بتسجل. أنا متزوج من أصلة عزت حسن قندور، وعندي ولد ناط مواليد 66. بنتي تمام خريجة الصيدلة مصر لمدة 7 سنين، وكنت أول رجل يحصل على درجة البكالوريوس في التربية الرياضية. طبعا هذا بالنظري إنجاز عظيم. بعد ذلك دبلوم عالي في رعاية الشباب من أمريكا، وماجستير في تربية من الجامعة الأردنية، وهي كانت أول شهادة ماجستير هي رقم 1 من الجامعة الأردنية، وهذا بالفعل له مكانة في داخل. وأخيرا دكتوراه في فلسفة التربية، كنت أمين عام لوزارة الشباب، ثم عضو اللجنة الملكية للميثاق الوطني، ثم وزير التنمية الاجتماعية مرتين، ومن بعدها وزير الشباب والرياضة، وآخر كان رئيس عضو في مجلس الأعيان. استطعنا أن نقدم خدمات جديدة جدا، وأنا تبنيت حوالي 12 برنامج من برامج العمل التنموي الاجتماعي، خاصة فيما يتعلق بمكافحة الفقر. الحقيقة أنا بالنادي الأهلي من سنة 51 ولما أمضى، وتسلسلت بإدارة وإدارة ورئيس جامعة إلى آخره. وفي الجمعية طبعا أنا عضو أيضا من يمكن من 62 عضو في الجمعية الخيرية الشركسية، ودخلت مجلس الإدارة فترتين في السبعينات وأول الثمانينات، وكنت أيضا تسلمت منصب أو مركز أمين سر. لعل من أهم إنجازات الدكتور محمد خير مابسر كتابته لموسوعة الأمة الشركسية، والتي تتناول في وقائع وأحداث الجذور التاريخية للأمة الشركسية منذ 1010 قبل الميلاد، وعن أوضاع وأحداث الأمة الشركسية في الوطن الأم وفي 45 بلدا من بلاد الشتات. دكتور عرفان والسيد نهاد لتسليم المكرمين والدروع والجوائز. ويعني معالي الدكتور محمد خير مابسر شخصية وقامة وطنية أردنية وشركسية بنعتز فيها. الله يعطيك القوة وطولة العمر دكتور. أهلا وسهلا. ألف مبروك. جائزة الإنجاز مدى الحياة. هذه
الشاشة دكتور تفضل طبعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يوم سعيد ويوم أعتبره عيد في حياتي. أنا بكل تواضع يعني كرمت كثير، لكن مثل هذا التكريم أنا لن أنساه بحياتي. أنا في أمثال الأخ عرفان ومنظمته في بهذا النشاط وبهذا العمل. الشركس إن شاء الله سيبقى رافع راسه في كل مكان وفي العالم. بالمناسبة من الدراسة شركس موجودين في 42 دولة في العالم، لكن يعني أستطيع أن أقول ربما شراكسة الأردن أكثر شراكسة عايشين. يعني طبعا نحن أردنيين أولا، لكن حقيقة بأن شراكسة في الأردن يعني ليس فخرا، وإنما إحنا نقدر الشعب اللي إحنا عايشين معه، لأنه بقدروا يعني شخصيتنا، بقدروا تاريخنا، بقدروا. وكنت أقول إنه بوجود جلالة الملك كنا نعرف أن نرفع العلم الشركسي. هذا لولا يعني سند وتفهم المجتمع الأردني وخاصة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني فما كنا يعني نصل. وإن شاء الله سنستمر على الخطى، وإن شاء الله سنستمر في تقديم يعني خدماتنا وإمكاناتنا من أجل رفعة الأردن وتقدم الأردن وازدهار الأردن. وشكرا. طبعا معالي الدكتور محمد خير مامسر كان من مؤسسي كلية التربية الرياضية في الجامعة الأردنية، وأحد أبرز مدرسيها وباحثيها لسنوات عديدة. المكرمة الثانية في هذا اليوم السيدة نادية حربي هنا. نشاهد الفيديو أولا. نقول شعبش أخناكم شكم لا شاكل دادانش نفس وقت تراقباشم دايردانم يسأل يشكس كم دانش تتلقاهم يستنبولا نخشكم قطوة اقتجاش شفتر ينبع يراقبتاك يحفظ. السيدة نادية حربي تحمل شهادة ليسانس في الحقوق من جامعة دمشق في سوريا، تقيم في مدينة عمان في الأردن، وتنتمي لأسرة شركسية تؤمن بأن الحفاظ على اللغة والتراث هو انتماء للأصول وامتدادا لبقاء الأمة الشركسية. لها قصائد وكتابات نثرية باللغتين الشركسية والعربية. أدعو الآن الدكتور عرفان تفضل، وأيضا السيد نهاد لتسليم أستاذة نادية.
اللغة الشركسية في مدرسة الأمير حمزة بن الحسين، وأسست فرقة البروز للفلكلور الشركسي من طلبة المدرسة، ولا زالت طبعا أنا قلت بالتكريم يشرفني تكريمكم لي بمنح لقب ستني الواشر، فهذا الاسم وبرمزيته في وجداننا الشركسي وما يمثله من معاني الحكمة وسداد الرأي والعطاء التي تحمله المرأة الشركسية لأمتها ووطنها هو مدعاة للفخر والاعتزاز. وبذات الوقت أجد أن ما قدمته لقوميتي إن هو إلا جزء يسير مما تفرضه علي دماء الشركسية التي تجري في شرايين القلب. وانطلق هذا اللقب وبلسان ستني الواشا أقول: يوما ما في الماضي كتب علينا التهجير وشردنا في أنحاء هذا العالم الكبير، والآن وبعد مضي 160 عاما على الكارثة نجد أنفسنا أمام تهجير قسري من نوع آخر، تهجير فرضه علينا الاغتراب فتحكم بحياتنا وأبعدنا عن هويتنا وبدأنا بفقدان لغتنا وما تمثله من وعاء لعاداتنا وثقافتنا وعنوان وجودنا، ومعها اختفت معالم الشخصية الشركسية. فإلى أين يمضي بنا الطريق؟ سؤال يضع الشراكس بين خيارين، فإما الذوبان والانهيار في مجاهيل الاغتراب، وإما العودة إلى الجذور وإرساء قواعد الحفاظ على الهوية الشركسية في إطار من توطيد أواصر الصداقة والتعاون ما بين دول المهجر والوطن الأم. وبذلك نصدر للأمة الشركسية عناصر الحياة والبقاء مدى الدهر، وتضيء نجمات العلم الشركسي الاثنى عشر في سماء العالم، وتزدهر أرض القفقاز حبا وأمنا وسلام. وفقنا الله وإياكم لما فيه الخير. وطبيعي السنة الواشرة لازم تحكي لها شيء خاص لضيوفنا للحضور. وقت ما حصل شابشة جيبابو نوبة دفبوبج أدي يومنا في قصديجان سبا ما خطيف ناو فقصديحا أدي يومنا أدي كاسا سبا ما خطيف شاوة تحمجي لجانا غش دي سبقا وزبا وقت بسحجنك زاوز زيكم بسجنك أنكم هو نفس شعركنك شخص أديش معشو ديك للصرفة جنك ما متغمر خير رفقه دي سبقا قدرة يربسو. فجأة فوز الأشهر فتخشوا سولي في نفسه. مبروك للجميع. كنتنا
الفرقة للشيشان بجهد كبير. ننتقل الآن لجائزة شخصية العام وهو السيد زكريا نابسو. يؤمن خيفة بستريس تنظيمي نعيا شغل شتى بلاد فديزل شلا شمقرا نحبا قاعد صحيح شتى كنا بديل شلا بتكاكر ياش فاكاما يعكاها كنت شلا تنتيو يا سبقي نعتاقو يا توري نعتاقو يا زكتلي يا شاكي يا زواكي يا دنيا يحكي يا تشكر بزرعة دنيا يحو يشو من لاحق تحته أش معنا شوية أدخلنا تلقوني شكرا كمان يزاقو توريزم قاعدة قرار لقالي قرار لقالي كمان الشهري بورخو نحن على شلون نحن تشاوري وبلا ذيك الدراسة الخايب أتجمعوا غفر حميهما تدونا يا غير أدودنا شو غير. من جديد الدكتور عرفان والسيد نهاد لتسليم السيد زكريا نابسو ويتسلم عنه التكريم ويتسلم عنه التكريم السيد نبيل إبراهيم عكاش. زكريا هو رجل دولة شركسي متميز وشخصية عامة مرموقة ورجل أعمال ناجح. عمل ممثلا لوزارة الداخلية ورئيس للجنة التخطيط والبناء لقرى دروز في مرتفعات الجولان. وخلال فترة توليه رئاسة البلدية قاد السيد نابسو العديد من المبادرات التطويرية كالنجاح في إدراج كفر كما في قائمة القرى السياحية العالمية المرموقة من قبل منظمة السياحة العالمية. كفاءة زكريا بتكتبوا أرتو بس يشوفوا الدنيا اللي بيجوا كفايو بكفر من فوجهم. لها الرحمة الله يتمنى واسع رحمة. القرى شاعر توالد زكريا أسعد الله مساءكم. بداية نقدم التعازي للأخ زكريا نابسو وآل نابسو في كفر كما بوفاة شقيقته. فاضطر إنه الأخ زكريا إنه ينزل يشارك في الجنازة. الله يرحمها تغمد الله في واسع رحمته. بداية أشكر أعضاء منظمة العودة الشركسية على هذه اللحظة الطيبة بتكريم نخبة من المتميزين تقديرا لجهودهم في خدمة مجتمعنا الشركسي عندما تواجد. بهذه الأمسية الطيبة أود الحديث عن الأخ زكريا. وكما تعلمون بأن الأخ زكريا هو رئيس المجلس المحلي لكفر كما وانتخب لعدة دورات وهذه السنة تم انتخابه مجددا. كانت معرفتي به منذ 20 عام أو أكثر وعملنا مع بعضنا البعض عن قرب وعرفته كما أنه حريص على وضع القرية كفر كما على الخريطة السياحية وحيث اعترف فيها في اليونايتد نيشن وتقريبا
لهذه القرية والأعمال التي قام بها زكريا وأعضاء الفريق اللي كانوا معه، قدموا يونايتد نيشن درع لقرية الرهاني، قرية كفر كرم. فشكرا لجهود زكريا والطاقم العام له. كما أنني عرفت الأخ زكريا بحرصية على التواصل مع شراكسة العالم، وله حضور ووجود في كافة الاجتماعات الرسمية، جاعلا من صوت بلدته مسموعا ومؤثرا في القضايا المختلفة التي تؤثر في مصير الشراكسة أينما تواجد. وعملت مع الأخ زكريا عن قرب، وذلك من خلال التواصل مع شراكسة الأردن، حيث كان يستقبل سنويا وفدا من شباب وفتيات شراكسة الأردن في كفر كرم، بالتعاون مع مؤسسة ثوبان وتلفزيون نارت الشركسية للمشاركة في النوادي الصيفية التي تقام سنويا في كفر كرم. ويحرص هو وأبناء قرية كفر كرم على القيام بواجب الضيافة على أكمل وجه. فكل التحية والاحترام إلى أهل كفر كرم وجميع القائمين على النوادي الصيفية التي تقام سنويا هنا. كما له إنجازات باستضافة فرق من الأردن، إن كان نادي الأهلي، نادي الجيد والأكاديمية، فكان له هو من فتح الطريق على أساس أن مشاركة الفرق الشركسية تكون في قرية كفر كرم، وهذا كان من الإنجازات اللي عمل عليها الأخ زكريا. والحديث يطول، صدقا الحديث يطول عن الأخ زكريا، ولكن الوقت يدافع. مرة أخرى مباركة للنخبة المكرمة في هذه الليلة، والشكر والاحترام والتقدير العودة الشركسية على هذه اللفتة الطيبة. وفقكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. ننتقل الآن للجائزة الرابعة، جائزة مشروع العام، وهي مناصفة بين متحف البيت الشركسي ومركز التراث الشركسي. متحف البيت الشركسي في عمان ومركز التراث الشركسي في كفر كما. ولكن اسمحوا لي نبدأ بمتحف البيت الشركسي. الأستاذ عدنان يونس بجلو، مؤسس متحف البيت الشركسي، هو مؤرخ شركسي، يعتبر من أبرز الشخصيات التي ساهمت في حفظ الوثائق والتوثيق للتراث الشركسي. ونشاهد الفيديو.
إذا أدعو مرة أخرى الدكتور عرفان والسيد نهاد لتسليم أستاذ عدنان يونس جائزة مشروع العام، وهي مثل ما ذكرت قبل قليل مناصفة بين متحف البيت الشركسي في الأردن ومركز التراث الشركسي في طبعا الأستاذ عدنان وثق على مدى 4 عقود حياته لجمع وتوثيق كل ما يتعلق بالشركس من مقتنيات وأرشيفات نادرة وتحول إلى زار المكتبة والأرشيف والمتحف آلاف الزوار من مختلف دول العالم، منهم 25 باحث أكاديمي، كما أقام 23 معرضا في مختلف الجمعيات والأندية، بالإضافة إلى معرض في أنقرة اسطنبول والمعرض الأول من نوعه في العالم في خليج العقبة. بسم الله الرحمن الرحيم. نتقدم بخالص التحية والأخوية للحضور الكرام، ونرحب بضيوفنا الكرام من CRO، وكل الشكر للدكتور عرفان السلطان والكابتن نهاد سلطان أيضا على اللفتة الكريمة. وأنا يشرفني أن أكون مع هاي الكوكب اللي تم اختيارهم من هذا المجتمع الشركسي بالأردن، وكل الشكر والتقدير لهم. كما نود ان نعبر عن شكرنا العميق للسيد المهندس ابراهيم اسحاقات رئيس الجمعيه الشركسيه على فتح هذا المجال للCRO للمجتمع كامله. اشكرك يا مهندس ابراهيم. كما اقدم الشكر الجزيل الى رئيس المجلس العشائري الشركسي الباشا خير الدين هارموز وجميع الاعضاء بتواجدهم باستمرار وتشريفهم ايضا. كمان كان شرف لي ان يزوروني كمان ضمن الوفود العديد اللي جت سواء من الجمعيات والفروع، فكل الاحترام باشا الى جميع الاعضاء. يشرفني ان اكون جزء من هذا الحدث الرائع كعضو في مجتمعنا الاردني الرصين. كان اهتمامي الشخصي دائما يجمع ويحافظ وحفظ التراث الثقافي من الماضي الى المستقبل والى الاجيال القادمه. من التراث المادي مثل التراث المادي المقصود فيه المباني والاثار والاعمال الفنيه والكتب والصحف والمجلات والصور والتراث. الغير مادي يشمل الموسيقى والرقص والادب والمسرح واللغات والعادات والتقاليد. محتويات الارشيف كما تفضلت الاخت ايضا اضف الى ذلك وثائق الدوله العثمانيه ومراسلات ميرزا باشا، وثائق حكومه الشرق العربي 1921، وثائق اماره شرق الاردن 28، تاسيس المملكه سنه 46، سجلات محكمة الصد الشرعية 1902، سندات تسجيل أراضي قرية عمان ومحدث القبرطي 1892، جدول تسليم البنادق للمتطوعين أثناء الحرب العالمية الأولى وأسمائهم وحالات البنادق باللغة العثمانية، جدول حدود أراضي الشراكسة في قرية عمان وأحياء القبرطي ووادي سير 1309 هجري، جدول تسوية الأراضي قرية وادي سير سنة 44 في عهد الإمارة، جدول أسماء الشهداء والمصابين أثناء الهجوم على محطة سكت الحديد قائد الفرقة المتطوع ميرزا باشا 1332. وثائق وزارة الخارجية البريطانية في قبرص في لارنكا ومراسلات مع السفير البريطاني في اسطنبول فترة التهجير القسري. كل ما حدث أثناء قصص التهجير وثق من الأرشيف البريطاني يعني أورجينال. مشاهدات الرحالة هذا أيضا يعني جزء كثير الناس يعني بيعجزوا يكون في مشكلة عندما يكون في الحديث عن مواطنة الأردنيين وعن تواجدهم بالأردن، فلا حاجة الآن للموضوع الصراخ والإثبات الحق أو الضرب على الطاولة لإثبات الحق. هناك مشاهدات الرحالة الأجانب اللي تواجدوا ووصلوا إلى الأردن منهم سيرمان، لورنس، أولفنت، كولدار، فرير، روبنسون. هؤلاء هم
الرحال الاوائل الذين اثبتوا بالوثائق والدوكيومنت انه شافوهم بالمهاجرين في محله عمان، في مناطق الكبردين، في مناطق السيد الزرقاء. ايضا هناك ملفات شخصيه للشراكسه في الاردن في مختلف المجالات حسب الأنظمة الابجديه. من راي الاول اي شخصيه برزت على الساحه الاردنيه في مجال الفن التشكيلي، في مجال الاعلام، اي شخصيه بارزه في القطاع النسائي ارشفتها كامله من الالف الى الياء حسب الاحرف الابجديه. كذلك تواجد الشركة في مختلف تواجدهم في الأردن، سواء كان في عمان، وادي السير، ناعور، سويلح، جرش، الصيف، الزرقاء، كل ما كتب عن هذه المناطق كاملة حسب الصحف يعني أرشفت كاملة. وفي حال مسيرة وفي خلال مسيرة نحو 40 عام فإنني أحمد الله أنني استطعت تقديم المساعدة للعديد من المهتمين بتاريخ وتراث الدكتور الشركسي من خلال رسائل البكالوريوس والماجستير والدكتوراه أو تأليف الكتب، وكما أقمت العديد من المعارض في الجمعيات والأندية والمراكز الثقافية في أنقرة واسطنبول، ومعرض النادر من نوعه كان في خليج العقبة، كان بتشجيع من أخت سمير بيك، كان شرطة العقبة، فطلب إنه بدي شيء عملان هيك يتعلق بتراثنا، شيء هيك مختلف. فما كان إلا الفكرة إلا عمل معرض تحت البحر مع الغطاسين. أيضا كذلك معرض في النادي الأرثوذكسي ومعرض آخر في فورت جراند. وصدر لي كتاب سنة 2002 عن الشهداء، ولم يعني يبقى منهم بالسوق، فعملت كتاب آخر كمان محدد كاملة عن الشهداء سنة 2008 بعنوان كوكب من الشهداء الشركس والشيشان والدمستان من أرض القفقاز إلى أرض فلسطين والجولان. أما المكتبة تحتوي على العديد من الكتب بمختلف اللغات، العربي، الإنجليزي، تركي، روسي، شركسي، وكتب تعليم اللغة، بالإضافة إلى مكتبة الموسيقى، وتضم العديد من التسجيلات، أغاني تراثية، معزوفات، قصائد شعرية، قصص أطفال، قراءة المولد النبوي، الأحاديث النبوية، ومقابلات مع المعمرين كبار السن. كذلك هؤلاء موجودين على نظام البكرات والكاسيت والفيديو والاسطوانات والسي دي. ويضم الجناح المقتنيات التراثية العديد من الأشياء والأدوات الزراعية التي كانت تستخدم، أدوات القيادة، النجارة، الزراعة، والأسلحة والآلات الموسيقية. زارني من مختلف دول العالم ما يقارب لغاية الآن 1400 زائر و23 محطة فضائية وقنوات خاصة. في الختام أود أن أعبر عن شكري العميق لعائلتي الكريمة وزوجتي لينا صفاص الحاصلة على بكالوريوس في إدارة المكتبات جامعة دمشق، وابنتي سارة من الجامعة الأردنية كلية السياحة والآثار قسم المصادر التراثية، وأخي الأستاذ عامر مزدوق الذي قام بعمل المجسمات والنماذج للعربات والزرير التي نشأ ولوحات فلكلورية. والشكر موصول للمعهد الفرنسي للشرق الأدنى بالتعاون مع الأستاذ سليم اليوبي، حيث التواصل المستمر وتقديم الدورات وحضور العديد من المؤتمرات المتعلقة بالتراث والأرشيف. كما أقدم الشكر الجزيل لمن تمكن من زيارة المكتبة وأعطوا كل من لم يستطع، ومن الذين ساهموا بالعديد من المكتبات الثمينة المرحوم جودة الخطيب محمد سعيد لمبر، الصحفي جودة ناشفور، ملتقى قيتبة، ليلى شابسو، مازن يعقوب شابسو، ريم حافور، حازم أنتر، عمران خمش. كذلك الكاتب عدنان قبرطالي وزاهد شوقش، والمرحوم هيثم عمر من سوريا، زهير حواخر، والمرحوم عدنان غرفة، والمرحوم شوقي خط من كفر كما والريحانية. كذلك الحاج محمد الشلوقة وسميح اسطاس وناس شورى من القبردين. كذلك الكاتب نهاد برسج والمرحوم تامي شوش من الأديين، وعلاء الدين يوسف وجوه من أمريكا. أما بالنسبة لأبناء العموم أخواننا الشيشان فكان لهم نصيب موجود لدي، كما دخلت كاملة عن الشركس، أرشفت كاملة ما يتعلق بالشيشان، جميع الكتب التي كتبت عن الشيشان، جميع المقالات التي كتبت عن الشيشان، الشخصيات، الحرب الشيشانية الروسية، كل ما كتب عنها في مختلف الصحف كاملة ما يزيد على 4500 مقال عن الشيشان. كذلك المقابلات المعمرين، كل الشكر الله يرحمه المرحوم عبد الغني حسن، فاروق تبولات، الشيخ منير الاسلام، حميد يونس. وفي الختام نتمنى من خلال المؤسسات الشركسية في ختام الدورة
التراث الشركسي لنقله الى الاجيال القادمه. والى هنا تنتهي مهمتي واتمنى. والآن ننتقل أيضا النصف الآخر من جائزة مشروع العام كما ذكرنا من قليل، وهي مركز التراث الشركسي في كفر كما. نشاهد الفيديو. قلنا مهمتك تستمر. ومدير المركز هو آيبك نيبسون. هو مؤرخ وناشط اجتماعي شركسي، عمل في مجال الحفاظ على التراث الشركسي ونشره لأكثر من 30 عاما. اسمحوا لي أن أدعو الدكتور عكفان والسيد نهاد لتسليم السيد آيبك نيبسون مدير مركز التراث الشركسي الجائزة والتكريم. في ال20 سنة الأخيرة كرس آيبك معظم عمله للبحث في القرى الشركسية في مرتفعات الجولان، وقاد مجموعات شركسية من الخارج التي تأتي إلى كفر كما، كذلك مجموعات من كفر كما تسافر إلى قرى الجولان الشركسية. منذ عام 2024 يشغل منصب مدير مركز التراث الشركسي في كفر كما، وحصل هذا العام على اعتراف عالمي بإنجازاته في مجال السياحة والتراث في القرية، وحصل أيضا على شهادات في مجال التدريب. ألف مبروك. شو حافظ مش قبل لقاء المجلس السعودية حرب سوا الدكتور عرفان سكسري بالغابة إبراهيم إسحاقاتي حرب سوا مردنا من بعد شعب طلعت ولا ما أدري سبقوا شو بيصيروا ميودانا بكي حاجة وحتى ريور تشحق على هدو في طريقة بالسورة مش صرنا حضور قبل لقاء كم زبسوم أدري سبقوا في العشرة أكو ما سايق أكسب وانز سورة بوست ونفاي أكسب بردك وسلجت فاي أو سلسل حاجة يا أو في أو شو قاسيتو سلوات أو مش أزاق بس أقدر مش تأخذ خراب دونايم تأخذ حتى يفعلوا تمسود تنصف تخافوا ندرس بزين فوق تخا نخل فوق تخا كنا ما يعرف تريب تخا أو شحم ناس بالشق بيتر مش أسكت من جذب سومجي عاد بود دونايم تختري رحاب عاد تتحشم تلتو زب سومجي سلب قزاق وزبوتو عاد مثل بقر حمير بصل. كفر كمان قرن شفرش غير شفرة يا شهر يا ولو يمفهمي يا بكيفة زيت موبايل سمي العالم شكون باستشعار يحس شنو بري باستشعار فوق جولانا بتترافر قساجي سبب لاغي جولانا تدشيا سي كويس تدشيا بسنوتي أريز غشبو
شغل يولد الغريز والصواب أي فاي جادو سيبراحات وجالن جالر جال داود كمان داود يحنيري داود هذه هو دنايم تدر برشا. إذا مرة أخرى ألف مبروك للفائزين والمكرمين، أتمنى لكم مزيدا من النجاح والتوفيق، وأدعو الله أن يبارك في جهودكم، ونتمنى أن نرى في السنوات القادمة المزيد من الإنجازات والمبادرات التي تعزز من مكانة شعبنا وهويتنا. كما أود أن أعبر عن شكري الجزيل لكل من ساهم في تنظيم هذا الحفل، ولكل من حضر وشاركنا هذه اللحظات السعيدة. شكرا لكل من يعمل على بناء جسور التواصل والتفاهم بين الأشياء المختلفة، ونأمل أن يكون هذا الحفل دافعا لنا جميعا لمواصلة العمل والعطاء من أجل مستقبل مشرق لأجيالنا القادمة. وفي الختام أقول لكم أن هذا الحفل ليس نهاية المطاف، بل هو بداية لمرحلة جديدة من العطاء والعمل لنواصل معا مسيرة النجاح والتقدم، ولنكن دائما على قدر التحديات والطموحات. شكرا لكم. Stăzi cu așa, la spăcin. Așa e la stău mit bosnus bai, te gota kan من تفوت التفاكر شبقة التفاكر ورجع من تفوق يقول أكمل جادو يا التفاكر بزري يقول أكمل جهاد ستومي حشو لبسه وش لسه حذا تحول لبسه وستسوتري مهندس إبراهيم حقات تبليغ أبلغات زكجانا مياه فرد أحلى شيء رجعه شوز تفاير وقت مش باك شوز تفاير شو سوي داك وتطبع جلازة تحول لبسه لأن هكوز وري باشر تحول لبسه وري وزري والآن تفوق دقائق حراسة نفهم شو نقدر نزاوله قد الجاء قاعدين تستوي تحصل لبسه ياسمون السفاية قد الجاء كما يعشش سكسة بس فارزة بس الحاج خاص تستوي يافا يضانج زيت شابسو زيت شابسو محمد نامر يضانج داري أو داري دي تقصرها ونس قصرانة محمد حاجم أرزة زقورة قصوب صني يعرف نبيل عكاش يضمانه جكت مأمون مشوقة زقورة قصوب صامة وبنقص بس مدوى وداك فوق الدرجات داكو قدي أراك أرزة حيرة بسوي بستومي يا وجدت حاول بسوي زسوتر لا باي لي قصر الجنوسي حاول نسوي أربعة في جنب الجزء في البلاد حلجوم ونشير في البلاد تبشر سقن حجر السوق الجميل اللي تبوي سقناي غريب باشا غريب زجرك بسبب